هلا في الاجواء الجميله دي ابغى احكي لكم قصه قصيره. والله يا جماعه، في عندي احد الملاك اشترى مني، او احد المستثمرين اشترى مني وحده من كم سنه، كانت تحت الانشاء واستلمناها والحمد لله واجرناها. واشترينا له خدمات صراحه احيانا تفوق مسؤولياتنا، زي انه نسدد، ناخذ مبالغ، سوينا له اداره عقاريه واخذنا له مبالغ الايجار وصرنا ندفع عنه للمطور، وقصص طويله خدمناه ان شاء الله قد ما نقدر. تاجرت سنه وسنتين، وبعد ما تاجرت السنه الثانيه وطلع المستاجر الاول وطلع المستاجر الثاني قال ابغى ابيعها. وفعلا بدأنا في عمليات البيع وادينا له السعر السوقي والأمور حلوة تمام زي المية المية. بعد ما عرضناها واحنا في النص اكتشفنا انه المطور حاطط عليه رسوم بالخطأ. قصة طويلة بس انها بالخطأ ما هي عليه. هذا المطور مدرج في سوق دبي المالي وما ينفع انه الموضوع يعني تنشال الرسوم بسهولة، يبغى لها اجراء، فحتاخذ وقت. باختصار هذا اللي ابغى اقوله. واحنا عارضينها واحنا اكتشفنا هذا الشيء، جانا عميلين. العميل الاول قال انا حاشتري الوحدة كاش بالسعر المطلوب بس بشرط انقل بعد اسبوع. العميل الثاني قال انا حاشتري الوحده بالسعر الاخير بس انا ابغى تمويل بنكي فهاخذ وقت. مشينا او اعتذرنا من العميل اللي يبغاها بعد اسبوع بسبب ظرف الرسوم الخطا اللي نزلت على المالك، لانه مستحيل تنحل في اسبوع وما حنقدر نجزم مبايعه. وبدأنا نتفاوض مع الشخص الاخر، واحنا بنتفاوض مع الشخص الاخر نفاجأ انه البائع وقع عقد بيع مع وسيط اخر احنا اصلا ما نعرف عنه شيء. ولما بحثنا اكتشفنا انه اللي اشترى الوحده هو نفس العميل اللي قلنا له مستحيل تقبل. فبالتالي فوجئنا بهذا الواقع، وهذا اللي صار. للامانه انا كعبد الله الصراحه انصدمت من هذا العميل، وجلت سؤال في نفسي، قلت انا دحين كنت باخدمه ومسوينا له وحطينا له وحميناه وما حبينا انه نجري المبايعه، فهل معقوله اللي ماشي غلط وما اهتم في مصلحه العميل هو الكسبان؟ والله يا جماعه في لحظه من اللحظات انا سالت كذا، قلت يا ربي معقوله اللي مشي غلط هو اللي كسبان؟ هذا السؤال طلع مني يمكن في لحظه ضعف. والله يا جماعه في دي اللحظه بعدها ب 24 ساعه صار اللي ما توقعته ابدا. اتصل علي من احد المتابعين، شوفوا دبي قديش كبرى، دبي فيها اكثر من 700 الف وحده يمكن او 500 الف وحده. العميل بعد 24 ساعه يتصل علي في المبنى، احنا كنا بنبيع في مبنى رقم 2، جاتني وحده اختها في المبنى رقم 1، اختها بنموذج بس دور واحد فوق. وسبحان الله هذه الشقه، تشوف هذه الشقه. وسبحان الله لما اتصل علي عميل قلت له ترى انا عندي لك عميل وبالسعر الفلاني. العميل ما كان متوقع الامانه، البائع الجديد. وبالفعل خلال 24 ساعه تم توقيع العقد. حتى الشباب اللي كانوا معايا في الصفقه قلت لهم تصدقوا الصفقه اللي راحت علينا جبت لكم واحده اختها. والله لا انا مصدق ولا هم مصدقين. وبالفعل جاء العميل اللي كنا حنعطيه الشقة الأولى ووقع على الشقة الثانية، والمالك للشقة الأولى يكلمني حايس مع المشتري السابق. وصراحة إلين أمس بالتحديد تمت الصفقة، والآن حبيت أشارككم القصة. اللي أبغى أقوله شباب أو أي أحد يسمعني، إذا أنت ماشي صح حتى لو بدت لك إنها ضدك، والله صدقني فهي لك. في لحظة ضعف أنا سألت ربي يا ربي معقولة اللي يمشي غلط هو اللي كسبان؟ ضعف بني آدم. والله في 24 ساعة جاني الرد سبحان الله، وصار النصيب وأغلقنا الصفقة، والمالك السابق لا زال يعاني مع المشتري السابق. فدائما وأبدا خليك مع ربك وامشي صح، وبإذن الله الله حيكون معك. أكيد ما نحتاج نقول لك هي، بس نحتاج نذكر بعض. هذه كانت قصة صغيرة وإن شاء الله أنكم استفدتوا منها. سلام.